السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين إيه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. مكملين معانا النهارده الآية رقم 36 في سورة النساء. ربنا عز وجل بيقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. دي كانت آية النهارده، صدق الله العظيم. ندخل في حلقة النهارده على طول. سؤال مهم النهارده: لو أنا عندي ضرس العقل يا دكتور مسوس، مش جامد، مش بيوجعني، الأفضل إن أنا أحشيه ولا أخلعه؟ أقول لك لو كان في اكسسبيليتي، يعني في إمكانية إن الدكتور يحشيه ايده واصله. عايز اقول لك يعني في ناس بتبص تلاقي بقها عريض، بتلاقي مثلا طالع منتظم ضرس العقل زيه زي اي ضرس، فتلاقي الدكتور ايده واصله له بشكل طبيعي ومرتاح فيقدر ان هو يحشيه. لو كده احشيه احسن. انما شايف ان هو بعيد، طالع بشكل مثلا معوج، طالع بطريقه معينه، اضافه على كده لو في قلم كمان زمان تخلعه. طب لو طالع معوج ومش مترتب بس ما فيهوش قلم برضه اخلعه. لان هو كده كده زياده مش هيفيدك قوي اذا كان في اي مشاكل منه. انما لو كان طالع بس في الحالات اللي هو في منتظم وطالع بالترتيب بشكل طبيعي، بيقدر الدكتور يوصل ومسوس ومش وجعك، تحشيه. حتى لو وجعك ومسوس وفي اكسسبيلتي، ممكن انك انت وعمل عليه الاشعه الدكتور لقى القنوات العصبيه بتاعته منتظمه، مش كيرفد ولا حاجه، او مش عايز اقول لك صعبه او كده عادي، لان في ناس كتير عادي بتحشيه عصب برضه لو لقيت ان هو كويس ويستحمل. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.